أن الطيبات هو عبارة عما هو مستلذ، يعني النوع المميز المستلذ من الأطعمة، هذا هو عبارة عن الطيبات، النوع المميز المستلذ. يعني أكو فرد شيء مستلذ محل اتفاق، يعني بعض الفواكه مثلا محل اتفاق مستلذة، بعض اللحوم محل اتفاق مستلذة، عليها شبه إجماع. الأطفال دول وخروا لي إياهم، لا تخلون الطفل يوخر عن الباب. في المستلذات إذن في واقع الأمر أكو بها محل اجتماع، محل إجماع. يعني أكو نوع يكاد يكون الشرق والغرب متفق عليه، هذا اللون من الأطعمة المستلذات، يعني ما تستطيبه النفس، ما تستطيبه النفوس، نفوس الناس كافة، بحيث عندها مو موضع تقزيز مثلا، لا، كل واحد يشتهي يريده. الطيبات المستلذات هذا طبعا أشمل مما استلذه العرب، هذا أشمل، إذا كأنه ما يختص بالعرب، هذا لا، ما يكون تقريب على مستوى عالمي. هذا أيضا الرأي ما يعني لجماعة فقط، مو محل قبول من الجميع، لكن اللي عليه الأغلب أن المراد بالطيبات هي المحللات. زين، وهذا الواقع، هي الحلال هو الطيب. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com